السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وراحة بال يا رب. وحشتوني كتير كتير. من الفيديو اللي فات جاي لكم النهارده فيديو حلو كده وخفيف، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك واشتراك، ولو انت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد ان شاء الله. واشتراكك طبعا يزيدني شرف وعلى راسي من فوق. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واكون بقدم حاجة يعني تعجبكم وتفيدكم ان شاء الله. طبعا انا مش بنزل فيديوهات كتير، عشان انتوا عارفين طبعا الظروف اللي عندي، فانا غصب عني ان كل فترة كده بنزل فيديو، فمعلش حقكم عليا. هحاول اعوضها لكم ان شاء الله، بس الظروف اللي عندي دي تعدي على خير وتخلص ان شاء الله. الحمد لله كل حاجة كده بتيجي ورا بعض، بس الحمد لله. احنا راضيين بقضاء ربنا وربنا يسترها يا رب، ويسترها على جميع ما خلق. ما تنسونيش بقى في دعواتكم الحلوة اللي تجبر الخاطر، ربنا يكبر بخاطركم دايما يا رب. وعايزة بقى لايكات كتير، وانا عارفة ان انتم مش هتستخسروا فيا اللايك والكومنت الحلو. في اختكم وحبيبتكم. يلا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. النهاردة الروتين كده خفيف وظريف ومش كتير، ومش هنعمل حاجات كتير. يلا تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا كنت حاطه نزله غسيل في الغساله، هي بناطيل بس غسلتها، وقمت بقى الصبح كده نشاط وحيويه، فتحت الشبابيك الشقه تتهوى، وكمان اجدد الهوا بتاع الشقه. هنشر بقى نزلة الغسيل دي، وكان عندي كمان غسيل كنت نشراه على الحبل هلمه معايا عشان ايه ما يتبهدلش، كنت نشراه من بالليل. النهارده بقى انا قلت ايه، هاخد اجازه. اخد اجازه بقى اريح فيها شويه وافصل شويه عن شغل البيت بقى والمواعين والغسيل والحاجات دي كلها. بس كان عندي كذا حاجه كده قلت اعملهم قبل ما انزل. طبعا النزله اللي انا نشرتها دي والغسيل اللي كان على الحبل لميته، هاخده بقى معايا كده هطبقه على طول، عشان الغسيل بيبقى ملموم، بيبقى اكن الكاويه بالظبط. فهطبقه على طول عشان ما يتكسرش، وكل حاجه اشيلها في مكانها، هدوم الاولاد اشيلها مكانها، وهدومي وهدوم زوجي وكده. بس انا النهارده يعني انا عامه لما بحب اكون خارجه او رايحه مشوار، بحب شقتي تبقى نظيفه، مطبخي متشطب، يبقى عندي مثلا لو انا رايحه عند والدتي طبعا بعمل اكل في البيت لجوزي، عشان لما بيبقى قاعد ما ينفعش طبعا انزل يعني انزل مثلا لو هقعد هطول بعمل له اكل واحطه في التلاجة لما يجي يتسخن وياكل، عشان طبعا بيبقى جاي من الشغل تعبان، فبيبقى مش قادر ان هو لسه هيطبخ وكده. وبحب اسيب الشقة بتاعتي نظيفة، وبحب اسيب مطبخي نظيف، مفيش مواعين، مفيش غسيل، حتى بغسل كل حاجة قبل ما امشي، علشان لو انا راجعة من المشوار ده تعبانة، الخروجة بقى مش قادرة، رايحة مثلا تقعدي عند والدتك كام يوم، عند حماتك كام يوم، فتيجي تلاقي شقتك نظيفة وزي الفل. اه طبعا هتبقى مقفولة، عايزة تتكنس كده من على الوش تتلمع، بس برضو مش هتبقى زي ما تسيبيها مكركبة وفي مواعين كتير في الحوض، والاوض متبهدلة وغسيل كتير متقوم عليكي. لا كده احسن، انا دايما بعمل كده، سواء رايحة عند ماما او رايحة عند حماتي، حتى لو رايحة مشوار اشتري مثلا طلبات، تبقى الشقة بتاعتي نظيفة. لان الواحد دلوقتي انا بقيت عن نفسي بروح المشوار ارجع بحس ان انا بالي كتير مسافرة بقى وتعبانة وجسمي وجعني، فبحب اعمل كده على طول. فالطريقة دي حلوة، جربيها وان شاء الله هتعجبك. بس وانا واقفة كده بسرعة طبعا طبقت الغسيل كل حاجة مكانها، وارص بقى كل حاجة ايه احطها في مكانها كده. للحاجة كندا منورة يا كوكو. بس كده خلصت الحمد لله. هرجع بقى كل حاجة مكانها في الدولاب. عايزاكم بقى تدعولي دعوة حلوة اليومين دول، انا فعلا مضغوطة جدا اليومين دول. مامتي تعبانة واختي تعبانة، فالحمد لله يعني على كل حال، وربنا يعدي الايام دي على خير يا رب، اللهم امين. وربنا يا رب ما يكتب على حد التعب ولا الوجع ولا الهم يا رب، ربنا يسعدكم ويريح بالكم ويرزقكم بالخير وراحة البال. كده بقى خلصت انا، طبعا الاوضه نظيفه معايا زي الفل، الملايه كنت لسه مغيراها، هرتب بس السرير كده هنظمه، وهفرد الملايه وهطبق الكبرتيه واحط المخدات عشان يبقى شكله حلو. طبعا مش هنزل واسيب الدنيا كده، وهدي تلميعه كده بسيطه للدولاب وللشباك، لان انا قاعده شقتي على الشارع، فدايما ببقى لسه مروقه وكل حاجه، اجي تاني يوم مثلا على تراب،
فايدي فيها اول باول عشان تبقى ايه نضيفة، لان مش بحب احساس التراب على الخشب او في الارض وكده، بحس ان هو احساس رخم. بس كده ما خدتش مننا وقت وخلصنا وانجزنا. جودي بتقولي لا خليهم واقفين احسن، فانا قلت لها حاضر عاملهم لك واقفين احسن. هي شايفه ان كده احلى، فانا عملت اللي هي عايزاه. يلا مش مشكله، لازم نكبر بخاطرها برضه ونحسسها ان هي إيه رايها مهم طبعا ورأيها حلو. هطبق بقى الكبرتايه معايا واحطها على السرير، وانا كده ايه خلصت الاوضه الحمد لله. هلمع بقى السرير والدولاب كده بالكومود عشان ايه ما يبقاش فيه تراب ولا اي حاجه. تيجي بقى من المشوار اللي انت كنت فيه او الخروجه اللي انت كنت فيها، تغيري هدومك. إيه لو هتاخدي مثلا دش او تشطفي كده، وتدخلي بقى تريحي وانت نايمه مطمنه، نايمه ان انت عارفه كل حاجه في شقتك نظيفه ومتروقه ومتنظمه. هنا كندا كانت عماله تقولي يلا يا ماما هلبس امتى، يلا يا ماما هلبس امتى، قلت لها حاضر هخلص وهنلبس والله ما تخافيش. عايزه اقول لكم الاطفال لما بتعرف مثلا ان احنا رايحين عند تيتا، سواء بقى تيتا مامتي او تيتا حماتي، بيبقوا مبسوطين جدا. وكل شويه ماما هنروح امتى يا ماما، يلا يا ماما خلصتي. الترابط الاسري ده حلو جدا، لازم تعملي تخصصي يوم تروحي فيه عند مامتك او عند حماتك، الاولاد يعرفوا بعض عشان لما يكبروا يبقى فيه صلة رحم ما بينهم، وتبقى العلاقة ما بينكم كويسة. انا بقى كده خلصت، لمعت هلمع بقى الكومود الناحية التانية، وهغير الكيس بتاع الباسكت، ويبقى كده الحمد لله كل حاجة معايا زي الفل. ساكتين ليه؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. ما نقعدش ساكتين، دايما نرتب لساننا بذكر الله وبالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزه بقى لايكات كتير، وتكبري بخاطري كده في الفيديو القمر ده، وتكتبي لي بقى تعليق حلو كده، ولايك بقى كده لايك كتير كتير، عشان الفيديو اللي فات اللايكات مفيش لايكات، فطبعا مش هتزعلوا اختكم حبيبتكم بطوط، فتعملوا لها لايكات كتير. كده كان شكل الاوضه معايا زي الفل اهي ونضيفه. ايه رايكم بقى كده؟ امشي بقى كده وانا مرتاحه ومطمنه. هنا كانت ضرفه الدولاب وقعت الحمد لله يعني، فركنتها بقى على جنب كده لحد ان شاء الله ايه لما اركبها. الاطفال انا طبعا الصبح بظبطها كده بعد ما ينزلوا المدرسه، فمعايا نظيفه، واوضه كمان النوم نظيفه، وكل حاجتي نظيفه، يبقى كده ايه كل حاجتي زي الفل 100 فل وعشرة. ندخل بقى نجهز. تعالوا بقى اوريكم هنلبس ايه. هنحضر بقى اللبس بتاعهم كده قبل ما ياخدوا شاور واعمل لهم كده سندوتشين ياكلوهم على السريع ونلبس. ده الفستان بتاع كندا، شكله حلو قوي لما تشوفيه عليه طقم جميل تحفه، وجايبه لها كمان عليه الجاكيت ده، بصوا حلو ازاي. ده كده الطقم بتاع كوكي. هنا بقى التيشيرت بتاع جوجو، خامته حلوه قوي، ما كانش غالي، كنت جايباه بين 50 جنيه كده حاجه في السعر في الرينج ده يعني. والجاكيت ده برضو حلو قوي عجبني، جبته لها، ولونه كمان حلو جدا، برضو هتشوفوه عليه في اللبس شكله تحفه. وجبت لها كمان على درجة البنطلون ده حلو قوي ولايق عليه برضو، ما تشوفوا الطقم كامل مع بعض شكله حلو قوي ولايق، كلهم لايقين مع بعض. ده بقى الدرس بتاعي، بصوا الكم بتاعه حلو قوي ولونه كمان جميل، انا بحب اللون ده جدا. هلبس عليه بقى الطرحة دي وكمان الشنطة دي. هنلبس بقى ونخلص لبس وتشوفوا كمان الهدوم على الطبيعة شكلها احلى واحلى. بصوا بقى انا لبست دلوقتي حلوة قوي، خامته جميلة، وكمان شكله شيك في اللبس جميل. ودي بقى الطرحة تشوفوها زي ما انتم عايزين، وبعدين تشوفوا كله لابسة عليه.
هنا بقى كنت لبست وجهزت. انا بوريكم بقى الدرس كله. ايه رايكم بقى فيه وصندل؟ ايه رايكم؟ عايزاكم تقولوا رايكم في التعليقات. عايزه اقول لكم الدرس ده مريح جدا وحلو جدا، انا بحبه جدا في اللبس. شكله شيك وقيم، مش غالي خالص. انا كنت جايباه 200 جنيه. وستايله تحفه، انا بحب اوي الستايلات دي. قولوا لي رايكم بقى في التعليقات. وهتشوفوا كمان لبس جودي وكندا على الطبيعة، والتسريحة القمر اللي انا كنت عاملاها لهم، اللي انا قعدت فيها ساعة او ساعتين وتعبت ودماغي صدعت، بس يلا فداهم الحمد لله. اهم حاجة ان هم يغيروا. انا عندي جودي ما بتحبش تغير تسريحة شعرها خالص، فلما اقتنعت وغيرت لها تسريحة شعرها بقيت مبسوطة جدا. دايما معلقة على ايه تعمل دي الحصان. حبيبتي غيري يا ماما، غيري تسريحة شعرك، مفيش. فلما غيرتها بقيت مبسوطة جدا. بصي عليا كده، بص كندا. كل سنة وانتي طيبة يا جوجو. النهارده بقى عيد ميلاد جودي، فاحنا رايحين بقى ايه نحتفل بيه عند تيتا. بصوا بقى التسريحة اللي انا عاملاها لها الحلوة دي. وكوكي برضو لف كده يا كندا. بصوا حلوة قوي ازاي. وريهم الطعم اللي انتي لابساه يا جودي. ايه رأيكم؟ يلا يا كندا وانتي كمان. عسل. اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس. لايك. يا ريت تعملوا لايك كتير منكم كلكم، واعملوا لايك كتير. ايه رأيكم بقى في الطقم بتاع جودي وكندا وتسريحة شعرهم؟ حلوة ولا مش حلوة؟ ما تزعلهمش بقى، واعملوا لهم لايكات كتير واشتركوا في القناة. هنا كانت احنا رايحين مواصلات، لان العربية كانت بايظة، فقلنا بقى ايه مش مشكلة نقضيها مواصلات. هنا بقى كنا ركبنا وخلاص ماشيين في الطريق. السبحة دي انا ما بسيبهاش خالص من ايديا. عايزه اقولك حلوه جدا. لو انا خارجه بحطها في ايديا وافضل بقى اسبح لحد ما اوصل للمشوار اللي انا رايحاه او الحته اللي انا رايحاها. ما شاء الله اللهم بارك، بتسبحي كتير وبتاخدي حسنات كتير وبتوصلي مشوارك بسرعه، فحلوه جدا. يعني بالنسبه لي حلوه قوي. هنا بقى كنا وصلنا الحمد لله. هننزل بقى الاسانسير عشان هما في الدور ال 12. انا عايزه اقول لكم انا بخاف اقف عندهم في البلكونه بسبب ان الادوار عاليه قوي. انا بحبش الادوار العاليه دي، بخاف منها. هنا بقى كنا دخلنا الاسانسير، وكندا بقى بتقول لي ايه وسعي شويه بس كده عشان ايه اظبط نفسي. عايزه تظبط بقى نفسها وشعرها كده قبل ما تنزل ايه تطلع. هنا كنا نزلنا وصلنا الحمد لله. عقبال بقى لما نروح ان شاء الله بالسلامه. قولوا بقى لجوجو كل سنه وهي طيبه عشان عيد ميلادها. طلعنا بقى فطرنا طبعا. وريحنا شويه وعملنا بقى عصير مانجا شربناه، وخدنا بقى بريك كده ريست شويه. هنا بقى جودي وكندا كانوا قاعدين بيتفرجوا على التليفون. مفيش حاجه يا روحي. هنا بقى دخلت عملت كوبايه شاي كده وقلت اقعد في البلكونه افصل شويه واقرا روايه كده حلوه جدا بحبها، لحد بقى ما يجي ايه ميعاد الغدا ونتغدى. قاعده بقى في البلكونه كده والجو جميل والدنيا حلوه. كندا ما بتسيبنيش استمتع كده لوحدي شويه، لازم تنطلي كده وانا قاعده لوحدي، لازم تشاركني اللحظه. القصه دي حلوه جدا. بصوا بقى الجو جميل وعاليين ازاي. اللي قدامنا على طول ده كده المطار، يعني لو كنت قربت الشاشه شويه على طول المطار في وشنا. كان يوم حلو جدا وانبسطنا والولاد اتبسطوا جدا. هنا بقى كان ميعاد الغدا، عملنا بقى سمك وسلطة سي فود وسلطة خضراء، وعملنا جرجير وسمك مشوي وعملنا سمك مقلي. الاكل كان طعمه تحفة وكان حلو قوي. الباش مهندس ياسين قاعد على السفرة قبلنا كلنا.
ربنا يا رب يهديه ويبارك فيه. هنا بقى كان عيد ميلاد جوجو. عمتها راحت جابت لها تورتايه و بصوا بقى، واحنا كنا رايحين عادي. هو ايوه كان عيد ميلاد جودي، بس احنا كنا رايحين نقضي اليوم هناك عادي. فلقينا بقى عمتها جايبه لها تورتايه، قالت لها ما ينفعش طبعا يعدي عيد ميلادك غير ما نجيب تورتايه، واحتفلنا كده على قدنا يعني. وكمان احتفلوا بعيد ميلادي لان انا عيد ميلادي الشهر اللي قبل جودي على طول. فقالوا بالمره بقى نحتفل. فاليوم كان حلو وكان لذيذ. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بحب اشارككم يومي، وبحب اشارككم يومي بيمشي ازاي وايه اللي بيحصل فيه. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه في الطقم بتاعي وبتاع جودي وكندا. وما تنسونيش بقى في لايك واشتراك وتعليق حلو كده منكم. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، واقول لكم باي باي. هتوحشوني كتير، بحبكم جدا جدا جدا.